طبعا في المباراة التي فاز فيها الأهلي أقصي نصر حسين داي يوم أمس وبصعوبة كبيرة وبتحيز واضح من الحكم على نصر حسين داي. ما رأيك زينامير في هذا التصريح؟ مثير، غريب، كيف تصفه أو منطقي؟ هذا الشيء خطير وخطير وخطير جدا. أنا والله كنت يعني لو كانت عقوبة لازم تكون عقوبة قاسية على هذا الشيء. كيف؟ لأن هذه خيانة وطنية. خيانة أنا لي تعتبر خيانة هذا الشيء. لأن مهما يكون، مهما كل الخلافات ومهما كل يعني وش يصرى، أنت يعني جزائري. وكي تخرج عباك في الدنيا وش يقول لك في بلادك تقدر تقول اشياء لان راك في بلادك مع خوتك، ولكن لما تروح للخارج انت هو يعني الصوره الحقيقيه للبلد، البلد الذي يمثلك. واليوم التصريح هذا ليس الاول حكيم، لان انا نفكرك في 2012 شبيبه القبائل محمد شريف حناشي قام بتصريح، مش انا راني نقولوا. نعم، في المطار. في المطار قال لك بلي حاج روروه طلب منه يعني باش يمد المقابله للاهلي المصري باش يتاهل. وزيد عليها رابح سعدان مدرب وطني، هذا ماشي زين عمرو يقول، مدرب وطني رابح سعدان زاد صرح قال لك في 2010 لما لعبنا النصف النهائي ضد مصر صاروا اشياء خطيره. يعني كل هذا تسوقها يعني بانها اليوم المشكل وين راح حكيم؟ نعم. لماذا راني نفكرك؟ لماذا مع مصر محمد روروه يتعامل في كل مره بنفس يعني المنوال؟ هذه واحده. وثانيا لو محمد روروه كان يقعد على راس الفيدراليه ما كان راح يبني مفندق اللي كان يعني كيتي بريفي في لا فيدراسيون مقاولون العرب المصريين. وزيدوا محمد روروه يتعامل مع المصريين منذ زمان، وانا مانيش حاب نقول واحد الكلام اللي انت تعرفه والكل يعرفه في المنظومه انا لا اعرف اشياء، انا اطرح فقط الاسئله. كاين اشياء اللي يحب يعرفها يروح الباب زوار يعرفها. خليني اسمع حسين جناد، ما رايك في هذا؟ شوف حكيم، اولا ما راناش هنا باش ندافعوا على روروه ولا باش ندوروا روروه المقصر، نهضروا الحقائق. وراح حسين انت مازالك اسمح لي يا اخي، هضرت ما قاطعتكش، خليني نتكلم. هذا واش كان. اولا هذا التصريح عاود ولي للوسيله الاعلاميه اللي بثت هذا التصريح وانت بثاته. هذا التصريح تم بثه مباشره بعد نهايه المقابله الاولى بين الاهلي والفيصل الاردني، ماشي قبل مقابله نصر حسين. لا تسمح لي، عاود ولي للوسيله الاعلاميه. نعطيك الدليل، نعطيك معلومات حصريه لاول مره راح تسمعها وراح يسمعها المشاهد. نصر حسين داي ما كانوش راح يشاركوا في كاس في هذه البطوله هذه. لماذا؟ لان نصر حسين داي القائمه تاع اللاعبين اللي شاركوا في هذه البطوله عندهم بزاف من الاتحاد العربي طلب منهم يرسلوا لهم القائمه تاع اللاعبين، رسلوا لهم كل الانديه رسلوا القائمه تاع اللاعبين. نصر حسين داي قبل ما تبدا البطوله لقى نفسه في ورطه لان معظم اللاعبين راحوا وبقى فريق نصر حسين داي بدون لاعبين. واش دار نصر حسين داي؟ مشاو للروراوه باش اهل لهم اللاعبين. تسمح لي خليني نكمل يا اخي، ما قاطعتكش. خليني نكمل ما قاطعتك. تسمح لي. ثانيا الاشكال الاخر اللي وقعوا فيه بعد ما اهل لهم اللاعبين نزيد لك معلومه، وتقدر تتصل الان بولد زمير بشير، وتقدر تتصل الان بمراد الحلو ويعطي لك واش راني نقول لك. اللاعبين تاع النصريه دخلهم روروه لمصر بدون فيزا، ما عندهمش فيزا. تسمح لي. ثالثا على بالك باللي روراوه شخصيا مشى حجز لهم في الفندق في مصر، الفندق اللي الغرفه. ما رايك في تصريح؟ تسمح لي. الفندق اللي الغرفه ديال 300 دولار روراوه هو اللي نيغوسيا لهم لي شوم وجابها لهم ب 160 دولار. ما رايك في تصريح سعودي كما سعودي يقول لك انه الرجل لم يكلف نفسه؟ خليني اطرح سؤال. الرجل لم يكلف نفسه بانه ياتي الى الفندق ولا يسال عنينا. واحده. اثنين، انا نزل لك سامح لي اسالك سؤال. الاهلي يتواجد في مجموعه النصريه، شي مصير. وعلاش ما تكلمش عن النصريه ايضا؟ اللي سالوا اسكو صحفي جزائري سالوا على نصر حسين داي، معليش يزيد يقول لا كجزائري ابسط شيء كجزائري روراوه مشى لمصر. روراوه مشى لمصر. لا تسمح لي، روراوه ما مشاش لمصر كمناصر تاع النصريه، ماهوش مناصر، ماهوش ناصر. لا تسمح لي، انت راك تكره روراوه جابها روراوه. ماكش خليني نهضر، انا ما نكرهوش، خليني نتكلم. لا انا عندي حقائق انت ما عندكش. انا عندي حقائق، مانيش نغلط، عندي حقائق ما عندكش. انت راك تهدر، انت عمرك نهدر. لا ما عندكش حقائق، ما عندكش حقائق. انت ما عندكش حقائق باش يدير واش ما عندكش حقائق. انت تنتقد روراوه من اجل الانتقاد. لا انا نتكلم على اشياء حقيقيه. عندك الهاتف تاع مراد الحلو، كلم مراد الحلو الان، اتصل به الان. لا تسمح لي، مراد الحلو اتصل به الان، او جاي مراد الحلو، اتصل ببشير ولد زمير اللي في هذه اللحظه. نزيد لك حاجه، هذا سعودي اللي دار هذه التصريحات، اتصل به وساله
ما خلالوش باش يرد الزمير. نعم انتقدوا بشده. لا نقول واش خليني نتكلم. انني نعطيك معلومات. هذه التصريحات لو روا ما راحش لمصر كمناصر تاع النصريه، روا مشى لمصر كان نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. هذا على ايوه ولكن يا حسين مادام سالوه على نهايه المقابله الاولى على رايه في الاهلي قال ان شاء الله غدوه يفوز ويتاهل، وفاز الاهلي من الغدوه على خليني نزيد لك اضافه، نعطيك اضافه. نعم بالمناسبه حتى الزملاء يقولوا لي طبعا من غرفه الاخبار يقول لك انه التصريح رسميا حتى مع الزملاء في مصر يقول لك بعد مباراه ليس الفيصلي وانما بعد الفوز على الفريق الوحده الاماراتي. شوف حكي باش تصريح رسميا يقول لك معليش يعني بعد اسال المسؤولين تاع نصر الحسين هو يقول لك سامحني هو يقول لك قبل مواجهه نصر الحسين وبالتالي نصر الحسين يتواجد في مجموعه الاهلي المصري يعني في نفس المجموعه وبالتالي تشجيع هو من حق أليس ربما زين خليني اطرح لك شيء اخر ربما من حقه اي واحد حق يشجع اي فريق ولكن يا حكيم انا ربما تجد يشجع حتى على حساب فريقهم هذا مثلا هو كنتكلموا يعني بالواقعيه كنائب رئيس يعني لونيون عرب تاع الفوتبول ما لازمش تشد حتى فريق لازم تكون نوع هذه وحده. ثانيا كان يقول لك عاون ناصر الحسين دايك ناصر الحسين دايك فريق جزائري وانا في الجزائر انا اليوم نقول لك عفسه ما لازمش تعاونهم اذا راح لهم الوقت باش يكاليفيو لي جوار ما يتكاليفيوش والمسؤولين تاع ناصر الحسين اذا هذه تاع نيغوسياسيون ما ينيغوسيلهمش ما ينيغوسيلهمش وعلاش ينيغوسيو باسكو موالفين باسكو انت تعرف وانا على ترشح لعضويه الكاف تسمح لي النهار اللي ترشح لعضويه الكاف كجزائري تشجعوا في المغرب كنتوا مع الفوز المغربي لا كنتوا مع القجار وفرحتوا نهار جاز الحكايه حنا الجزائري فرحتوا كلام خطير لا فرحتوا والله غير فرحتوا كلام خطير انا شجع الجزائري مهما كانت صفته مهما كانت صفته شجع جزائري في كل مواقف في الخارج ولكن في الجزائر لا وقبل الانتخابات لان روروا ما كانش حاب الدوله تدعم فيه هو شوف لا بوليتيك تاعو تاع لوتروش اللي كان يخدم وحده هو اللي داتو للحيط. المغربي كان يخدم مع السلطات المغربيه روروا ما كانش يخدم كان هو يقول لك انا هو الصح انا كلش والدوله ما عاودتنيش. سعيد جدا بتواجدك معنا حسين جناد الاعلامي وايضا زينامير شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام التقيكم في الحصاد والكثير من التفاصيل الاخرى شكرا لكم التقيكم على خير.